ده اللي هيحصل لجسمك اول ما تاكل العدس، مش مجرد اكله شتا وخلاص، لا استنى بس. اول 10 دقايق معدتك تقول لك اهلا بالبروتين النباتي، العدس يدخل تقيل شويه فيخليك تحس بالشبع بسرعه، وهنا الدماغ يفرح ويقول تمام مفيش نهم ولا جوع وهمي النهارده. بعد شويه الالياف تبدا تشتغل، مش باينه بس شغاله في الخفاء، تنظف القولون وتهدي حركه الهضم. بس لو زودتها ايوه القولون ممكن يزغرط شويه. بعد ساعه تقريبا السكر في الدم يطلع بهدوء، مفيش قفزه مجنونه ولا هبوط مفاجئ، يعني لا دوخه ولا جوع فجاه ولا عصبيه على اقرب بني ادم. وهنا المفاجاه، الحديد والمغنيسيوم يوصلوا للعضلات، فتحس بطاقه ثابته، مش فنجان قهوه يطلعك وينزلك، لا طاقه محترمه بتقعد. بس استنى لسه ما خلصناش، دماغك نفسه بياخد نصيب، تركيز احسن ومزاج اهدى، عشان العدس بيدعم النقلات العصبيه من غير ما تحس. بس خليني اكون صريح معاك، لو معدتك حساسه او كلته بكميات مرعبه هتسمع اصوات من جسمك مش متعود عليها. الخلاصه، العدس مش اكله غلابه، ده اكل ذكي يشبع يهدي ويغذي بس بعد. قول لي بقى، بتاكله مسلوق ولا كشري؟ وخد بالك من الكميه عشان القولون ما يعملش حفله.